السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم يا أصدقائي بهذا الدرس اللي رح نحكي فيه عن المثلث. رح تشوفوا إنه هذا أسهل درس عنا. ليش؟ خلينا نشوف شو عاطلنا. يا أصدقائي، المثلث بالحياة نحن عم نشوفه بحياتنا اليومية بكتير أماكن، ممكن حتى يخطر لكم السمبوسك وقت بقول مثلث، ممكن نقول إشارات المرور اللي بنشوفها وكتير أشياء تانية يا أصدقائي. طيب المثلث قبل ما نبدأ فيه عايزين بهذا الشكل نشاط رح نساويه مع بعض. اعطيني هذا الخط، شو فيه هذا الخط؟ هذا الخط هل هو ساوي؟ لا أكيد هذا خط منحني، صح؟ أكيد. فاخترنا يا أما A يا أما B يا أما C، ولكن خط منكسر هل فيه انكسار مثلا هيك لنفترض؟ لا ما فيه، وبالتالي خط منحني. طب مغلق ولا مفتوح؟ بنشوف هل هذا الشكل مسكر؟ هل هو مغلق؟ لا، هذا ما فيه أصلا شكل مسكر، بس هيك راسم لي خط منحني ومفتوح، لذلك رح أقول خط منحني مفتوح حتى نأشر بهذا الشكل. طيب عندي هون لأ أنسى هاد منكسر، بس كمان مفتوح؟ طبعًا مفتوح، ليش مفتوح؟ لإني متل ما قلنا ما مشكل شكل مُغلق. إذا كان عندي شكل مُغلق كيف يعني باقصد؟ فورًا رح أخبركم مشان يخطر لكم وقت منقول مسكر شو يعني أو مُغلق. يعني مثلًا إذا أنا رسمت لكم من عقلي هيك رسمت هذا الشكل، هذا شو؟ هذا شكل مُغلق يا أصدقائي، لنشوفه مسكر. طيب معناها زمانه مسكر، شوفوا مثلًا هاد مفتوح من هون ومفتوح من هون ومن هون، وبالتالي شو بدي أقول؟ هذا مفتوح يا أصدقائي، بنقول خط منحني. منحني لأ أكيد منكسر متل ما قلنا، هذا منحني بيكون، هاد منكسر ومفتوح بنفس الوقت. ولكن وقت بنيجي على المثلث لاحظوا يا أصدقائي، هون منكسر، حتى هدول الزوايا بنسميهم إذا كان بتتذكروا. دول الزوايا منكسر هذا الخط معناها. طيب كيف مفتوح والّا مسكر؟ مسكر يا أصدقائي من كل جهاته، معناها نقول عليه خط منكسر مغلق يا أصدقائي. معناها أنا أي شكل بارسم لكم إياه مثلًا شوفوا، هاد كمان عندي خط مغلق، خط منكسر مغلق حتى نقول، هادول بنقول عليهم مغلق يا أصدقائي. طيب هذا شي كتير مهم؟ لا، بس إنه لازم نعرفه بيكون أفضل. طيب عندي المثلثات لازم أعرف عنهم موضوع جدًا مهم، شو هو هذا الموضوع؟ لازم أعرف إنه إلهم 3 أنواع يا أصدقائي. المثلث رح نشوف إله 3 أنواع، أول نوع منه اللي هلّأ رح نشوفه متساوي الساقين. كيف يعني متساوي الساقين؟ شو يعني أنسة ليش إله وجهين المثلث؟ خلينا نشوف. بس أطول أضلاع المثلثات الآتية باستخدام المسطرة، ثم أجب على الأسئلة. تمام بنقول له أسستوا يا أصدقائي هذا المثلث أضلاع رح تشوفوا إنه كل ضلع مختلف عن التاني. يعني مثلا أنا هون رح أكتب لكم من عندي 4، هذا مثلا 5، هذا 2 لنفترض. عم أكتب لكم إياه عشوائيا تماما يا أصدقائي، معناتها كل واحد مختلف عن الثاني فأضلاعه 3 مختلفين عن بعض. أما هاد لو قستوه رح تشوفوا إنه هون رح يطلع عندكم هدول متساويين، هدول الضلعين متساويين، أما هذا عندي إياه مختلف يا أصدقائي. ولو طلعتوا على هذا المثلث جيتوا بالمسطرة وقستوا هدول ال3 أضلاع راح تشوفوا إنه هذا الضلع مع هذا الضلع مع هذا الضلع كلياتهم متساويين، حتى متل ما قلت لكم أنا عم أكتب هيك عدد من عندي. معناها أنا بس شوف بهذا الشكل عندي يا شو بدي أسميه أو هاد شو بدي أسميه أو هاد شو بدي أسميه، خلينا نتعلم مع بعض. عندي باقسم المثلثات متل ما قلنا ل3 أنواع حسب شو؟ حسب طول الضلع. عندنا المثلث هو خط منكسر مغلق مؤلف من 3 قطع مثل ما شايفين، هذا أول ضلع، ثاني ضلع، وتالت ضلع. طيب أنا باصنف المثلثات باقسمهم ل3 أقسام حسب طول الضلع اللي إلهم. والنوع عندي بدي منكم تنتبهوا لي عليه كتير، مثلث متساوي الساقين. شو يعني متساوي الساقين؟ يعني شايفين هذا يا أصدقائي، هذا الضلع، شايفين هذا الضلع هدول متساويين بيكونوا مع بعض، التالت مختلف. آه، معناها بس أقول متساوي الساقين شو رح يخطر لكم؟ ضلعين طولهم متساوي.
طيب هذا تمام. لو قُلت لكم بدي مثلث متساوي الأضلاع، أنسى من اسمه متساوي الأضلاع، يعني كل أضلاعه متساوية. شوفوا لي مثلًا هذا الضلع مساوي لهذا الضلع، مساوي لهذا الضلع، أنسى ماني مصدق جيبوا المسطرة وقيسوا وشوفوا رح عن جد رح يطلع نفس الطول. نتيجة المثلث المتساوي الأضلاع هو أيضًا مثلث متساوي الساقين أكيد بنفس الوقت، لأن شوفوا عندي هذا الضلع وهذا الضلع متساوي، بس طبعًا أنا شو رح أسميه إذا 3 أضلاع متساوية؟ مثلث متساوي الساقين، إذا بس ضلعين متساويين رح أسميه متساوي الساقين يا أصدقائي. طيب آنسة النوع التالت اللي قلتِ لنا عليه شو هو يا ترى؟ النوع التالت يا أصدقائي هالمرة ولا واحد نفس التاني، كيف يعني؟ المثلث المختلف الأضلاع كل ضلع عندي إياه مختلف طوله عن التاني، حتى شوفوا عملت لكم إياه بألوان مختلفة مشان تتذكروا هاد الأمر. مثلث مختلف الأضلاع شو راح يكون؟ 3 أضلاع مختلفين عن بعض، تمام معناها. طيب خلّينا نشوف هذا السؤال، أعطيني إياهم، يلّي اكتب رقم كل مثلث مختلف الأضلاع، شو يعني مختلف الأضلاع؟ أنا هاد لازم أعرفه، مختلف الأضلاع يعني ما لازم يكون أي ضلع مساوي للتاني، فبتطلع هون 4.5، 3.2 سنتيم، 2.5 سنتيم أو 2.5 فيكم تقولوا، هذا مختلفين عن بعض خلاص كتبت ال3. كمان أنسى هذا 3 3 2 هاد متساوي الساقين شوفوا 3 و3 بس شفت عندي ضلعين نفس الشي رح سميه متساوي الساقين حتى هذا اكتبه هون 2 كمان 3.6 3.6 3.6 واحد معناها شو متساوي الأضلاع يا أصدقائي شوفوا متساوي الأضلاع كل أضلاعه نفس الشي بسميه متساوي الأضلاع. طيب نطلع على هاد 4 3.4 عندي ضلعين نفس الشي معناها شو سميه؟ أنثى أكيد متساوي الساقين كتبنا ال5 هون 3 كلهم نفس الطول معنى هذا كلهم نفس الطول شو بدي سميه؟ بدي سميه متساوي الأضلاع يا أصدقائي. يعني موضوعنا جدا سهل بدكم تعرفوا 3 معلومات. أول معلومة إنه إذا كان عندي يا أصدقائي مختلف الأضلاع كل أضلاعه مختلفة عن بعض. إذا قلت لكم عندي مثلث متساوي الساقين بس ضلعين رح يكونوا عندي نفس الشي. أما إذا قلت لكم متساوي الأضلاع اللي اسمه متساوي الأضلاع يعني كل أضلاعه متساوية يا أصدقائي مع بعض. طيب عم يقلي تفضل استعمل المسطرة وقس أطوال الأضلاع كل مثلث ثم املأ الجدول. تمام نملأ الجدول. يا أصدقائي نحن عنا لو قستوهم هدول رح تشوفوا إنه عندي مثلث QOP رح يكون عندي إياهم شو؟ متساوي الساقين، أما إذا قستوا هذا المثلث عنا إياه شو رح تقولوا عليه؟ مثلث متساوي الأضلاع، أما هذا رح تشوفوه على الأغلب مختلف الأضلاع، هذا مختلف عن بعض ولا واحد نفس الشي. اتفقنا يا أصدقائي أنا زي مالي مصدق جيبوا المسطرة متل ما عم يقول واعملوها. طيب ضع إشارة صح جانب العبارة الصحيحة وإشارة إكس جانب العبارة غير الصحيحة. خلينا نشوف مع بعض شو عم يحكي لنا. AB تساوي AC نشوف AB تمام 3.7 تساوي AC فعلا هدول أصلا هذا مثلث شو بدي أسميه؟ متساوي الساقين. معنى هاي العبارة صحيحة بنقول له أحسن تابع باللي بعده. BC مساوية لAB BC مساوية لAB لا طبعا خطأ شو عم يحكي لنا هاد خطأ. المثلث ABC متساوي الأضلاع ABC متساوي الأضلاع لا ما كل الأضلاع متساوية وبالتالي خطأ. المثلث ABC مختلف الأضلاع لا كمان هون عندي هدول نفس الشي معناها شو بنسميه مثلث متساوي الساقين يا أصدقائي. اتفقنا على هذا الأمر اتفقنا بإذن الله. اللي في كل حالة اكتب نوع المثلث أصلا ما عندي غير 3 أنواع يعني ما ممكن يجيب لنا نوع رابع من المريخ بس ممكن شي من الفضاء طيب لا يا إما رح يكون متساوي الأضلاع. شوفوا عم أرجع أعدلكم مشان ما حدا يطلع من الدرس وماله حفظان هاي المعلومة. متساوي الأضلاع كلياتهم متساويين متل مين يا أنسة؟ متل البي.
طيب سألتولي بدي أنسى، لأ ليش اخترنا الأزرق كمان نختار الأصفر. متساوي الساقين يعني لازم يكون عندي ضلعين نفس الشي، متل شو يا أصدقائي؟ متل الجيم. هون متل ما شايفين هدول متساويين. طيب سألت لكم مختلف الأضلاع، يعني كل واحد بدي إياه مختلف عن التاني تمامًا، شوفوا هون 4 هون 3 هون 5 معناها بدي شو سميه مختلف الأضلاع. خلص باتمنى إنه تكونوا حفظتوا هدول المعلومات وفهمناهم تمامًا، تمامًا. مثلًا شوفوا عم يقول لي ABC مثلث متساوي الأضلاع، بنقول له تمام متساوي الأضلاع شو يعني؟ يعني كل الأضلاع متساوية. وAB شو هو؟ 2.5 AB وين هاد؟ 2.5 تمام. احسب AC وBC كيف بدي أحسب له؟ هذا السؤال كتير صعب. لا يا أصدقائي شوفوا شو قايل لكم متساوي الأضلاع، يعني هذا الضلع طوله نفس هذا الضلع، طوله نفس هذا الضلع، يعني هاد كمان 2.5 هاد كمان 2.5 معناها متساوي الأضلاع يعني كلهم نفس الشي يا أصدقائي. طيب منتابع بالسؤال اللي بعده والسؤال الأخير X Y Z مثلث متساوي الساقين متساوي الساقين شو بيختار لكم؟ يعني عندي هذا الضلع وهذا الضلع متساويين، أنت كيف عرفتي؟ X Y 4 إكس زد تمام، معنا هاي كمان 4 لأني متساوي الساقين قايل لي. معناها بهذا الشكل نحن بنكون عرفنا بهذا الدرس إنه المثلث بنقسمه ل3 أنواع حسب أضلاعه، متساوي الأضلاع، متساوي الساقين، ومختلف الأضلاع. باتمنى إنه يكون كل شي واضح عليكم يا أصدقائي، وهيك بننهي الدرس، إلى اللقاء في درس جديد.